كان حقيقيا ان الابواب اتفتحت دي تبقى مؤامره. تحريض ومؤامره. اذا كان حقيقيا ان المدرجات اتفتح، الابواب بتاعت المدرجات الدرجه الثالثه اللي هي خلف المرمى اتفتحت، هذه تبقى مؤامره وتحريض على هذه الفوضى وهذا الشغب. انت لو جبنا نقطه ثانيه يا استاذ حسن هتلاقي الابواب اتفتحت. يعني فعلا فيها فيهاش بالتعمق. انا مسؤول. المشهد ده في منتهى الخطوره، لان لازم ناخد بالنا. انا متاكد ان في ملايين المصريين اللي كانوا اهو يعني الباب فعلا مفتوحه. هل معقول استاد فيه 70-80 الف غاضبين لخساره فريقهم يبقى الابواب تبقى مفتوحه بالشكل ده؟ دي مؤامره ومحتاجه تحقيق ضروري، لان ده تشويه للعمل الرائع اللي عمله الشعب المصري في 25 يناير. بنشوف في ميدان التحرير 3 مليون 2 مليون ولا يحدث ابدا اي شكل من اشكال الشغب. خليني اسالك يا خالد، يعني واضح انه في تدافع في الاف على البوابه. الباب اللي هناك مفتوح اهو، والباب ده اتفتح اهو، يعني هل قبليه مفتوح؟ انا اللي عايز اساله يعني هل، معلش انا هقول كلمه تقيله شويه، هو الامن خايف من الناس؟ يعني لانه في ضباط شرطه ضربوا في، يعني العلاقه متوتره ما بين الامن وما بين الناس. لما لقوا الالاف خافوا فتحوا الابواب، وارد يعني ما اعرفش. انا مش عارف. طب السؤال يا كابتن احمد دلوقتي، كم من مباراه خسرها فريق على ملعبه في مصر هنا وحتى المنتخب مصر لم يحدث هذا؟ لماذا هذا التوقيت؟ ولماذا في الوقت الحالي؟ طب انا عايز اسالك سؤال برضه، وليه المدرج ده بس؟ ما في الاف قاعده، ما في الاف محترمه قاعده، يعني لا ما فيش غير ده، التانيين هتلاقيهم بينطوا من فوق. هم البابين دول واضح ان في تدافع بالالاف. يعني انا الحقيقه ما اعرفش، بختلف معاكم انتوا الاثنين انه الاف نزلوا مخوفين هيضربوا هيعملوا. الراجل تلاقيه عسكري ولا ضابط صغير ما اعرفش، انا متصور كده. العلاقه بين الشرطه والشعب والناس يعني كان مشوبها بالتوتر وغيره. لكن عايز اقول لك ان انا النهارده يعني بالصدفه كنت على الطريق الدائري وشفت بوليس بيوقف عامل لجنه وبتاع، كل الناس اللي في العربيات سعيده ومبسوطه بان الامن بيفتش وبالظباط يعني الشرطه، ومحدش متضايق من اللجنه وان هو واقف. الحقيقه ربما يكون